طريقتين لتقديم التمر بطعم وشكل غير شكل ومميز. معي أنا أمل. لا تنسوني من اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. خلونا نصلي على رسول الله ويلا لحتى نبلش الفيديو. وأول بصة رح أعملها هي كرات التمر. رح يلزمني 3/4 كيلو عجوة، بضيف عليها معلقة زبدة كبيرة وبهارات. ضفت عليها معلقة صغيرة نص معلقة قرفة ومعلقة صغيرة بنعربي، كاس بسكويت مطحون وبدهكن كتير منيح. هلا ليش ضفت بسكويت؟ البسكويت بيعطيه قرشة وطعم كتير مميز. وبصرت العجينة بهذا الشكل، بقطعها بشكل متساوي طبعا بالحجم اللي انتو بتريدوه لحتى بلش اني كورها. ومن بعد ما خلصت كل الكمية وكورتهم جهزت صحن التقديم وبلشت اني زين كرات التمر. انا محضرة الفستق الحلبي، السمسم، الورد المحمدي وجوز الهند. طبعا انتو اللي متوفر عندكم واللي بتحبوه من زينة فيكن تزينوا الكرات. وهي وصفتي الأولى صارت جاهزة للتقديم. شوفوا لي قديش شكلها حلو وعاطية طابع رمضاني مميز. رشيت عليها كمان رشة ورد محمدي كمان عطتها شكل ولون أروع وأحلى. وللوصفة التانية محضرة التمر والجوز واللوز. بشيل عجوة التمر وبحشيهم بهي الطريقة، بخلص كل الكمية وبرجع لكم. يلي حشيتهم بالجوز بخليهم على جنب، واللي حشيتهم باللوز سيحت دارك شوكليت وبغمس التمر بقلبهم. وعلى صحن جانبي باخدهم على الفريزر لحتى يجمدوا. وقبل ما اخدهم على الفريزر بعد اللي غمستهم بالشوكولا رشيت عليهم كمان رشة جوز الهند بتعطيهم طعم وشكل حلو. وبهيك وصفاتي صاروا جاهزين للتقديم. شوفوا لي قديش شكلهم حلو ومميز. هلا بالنسبة للتمر اللي محشي بجوز انا بضيف جنبه صوص طحينة بوقت التقديم، بغمسهم. الطحينة مع الجوز والتمر بتعطيهم ميكس رهيب. عن جد جربوها رح تحبوها هاي الطريقة اكيد. وان شاء الله يكون رمضان خير على الجميع يا رب، وتكون ايامكم ولياليكم الرمضانية مليئة بالطاعة لله سبحانه وتعالى، مليئة باليمن والخير والبركة يا رب. ان شاء الله تكونوا حبيتوا وصفاتي للتمر. اذا حبيتوها ما تنسوني من اللايك والاشتراك وكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وهلأ بقلكن بأمان الله.